اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وارحم أمي واغفر لها واسكنها في فسيح جنات رب العالمين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات، والنهاردة فيديو جديد بقى كده. هنغير الروتين بقى بتاع الأكل، وكل يوم طبيخ ورز، سمك فراخ كل الكلام ده. لأ، نتجه بقى ناكل رنجة، الأكلة اللي بعشقها. بس محدش بيشجعني على الكلام ده، مفيش حد في البيت خالص اصلا بياكلها. فقلت اكلها بقى مع صحابي واخواتي وكده وايه، ناس تفتح نفسي على الاكل يعني. المهم طبعا رحت، نزلت جبت 2 كيلو رنجة، وبحب اجيبها من هنا يعني، مكان مضمون، والرنجة فيه حلوة بصراحة. يعني في شبرا، ما اللي احنا بنجيب من عنده الرنجة في شبرا، الرنجة صغيرة مش الحجم ده. جبت بقى، نزلت جبتها وحطيتها في التلاجة لحد تاني يوم، والصبح قمت عملتها قبل ما انزل. مش بشوحها على النار خالص، ما بحبهاش وهي متشوحة على النار، ولا بحبها. اوريكم الطريقة اللي انا بعملها بيها، يعني الطريقة محدش كلها غير اما اعجب بالطريقة. جبت بقى الحاجات اللي هي ايه انا هحتاجها في عمايل الرنجة. جبت فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وطبعا عندي البصل والليمون والحاجات بقى، شوية الحاجات اللي هتتحط طبعا من البيت. هو بس انا ما جبتش غير الخضار والرنجة وخلاص. الخضار ده كان في الفيديو بتاع المشتريات اللي كان قبله، اللي هو كانت عاملة فيه البامية. طبعا عملتها الصبح بدري بدري بدري، يعني قبل ما حد يصحى ويقعد يقول لي الريحة يا ماما، وليه يا ماما، والبيت كله ريحته مقلوبة. وكل ده انا ما شوحتهاش، يعني احنا في شبرا هما ما بياكلوهاش غير وهي متشوحة، بتقلب الشارع مش البيت بس. وهوريكم دلوقتي انا عملت ايه عشان ريحة الرنجة تروح وما يبقاش في اثر ليها، عشان ما يبقوش متضايقين طول اليوم من الريحة. طلعتها بقى كلها كده، شايفين، حطاها في كيس جوه كيس جوه كيس، عشان كان جوزي معايا وانا بشتريها، فبرضه ما بيتضايق من الريحة. فحاولت بقدر المستطاع ان انا ما اضايقش حد يعني. هنا بقى دي الكمية كلها، هبتدي بقى انضفها. بقطع طبعا. قعدت ادور على المفارش اللي انا بفرشها، مش لاقيها خالص. فاتصرفت، جبت بقى كيس كبير كده وفردته بحيث ان انا انضف عليه، وبعد ما اخلص المه ويبقى كده ايه الدنيا نظيفة. وبرضو بغسل الرخام عشان ما يبقاش فيه اثر ليها خالص. بقطعها وبنضفها بالمقص، عشان يعني بيسهل عليا، السكينة بتفتفتها، انا عاوزاها تبقى جزل كده يعني. المهم بقطعها وبخليها خالص من الجلد ولو فيها بقى بطارخ طبعا. انت تعرفي الرنجة كويسة ولا مش كويسة من البطارخ، اما تلاقي فيها بطارخ وبتبقى يعني اسمها رنجة مبطرخة، يعني جودتها بتبقى عالية. لكن الرنجة اللي مبقاش فيها بطارخ ما بتبقاش كويسة بصراحة. انا جربتها مرة، كنت جايبة رنجة ولقيت واحدة ما فيهاش بطارخ، وتحس ان فيها حاجات من جوه كده. الرنجية اصلا تلاقيها مفتفتة، مش القطع بتاعتها. شايفين الرنجة دي القطع بتاعتها بتطلع على بعضيها كده. لكن اللي ما بيبقاش جواها بطارخ دي، سواء اللي هي البطارخ الناعمة او البطارخ اللي هي الخشنة، بتبقى الرنجية بحس ان هي بايظة. يعني انا بروح بقول له عاوزة رنجة مبطرخة، حتى بيبقى حجمها اكبر. شايفين طالعة الجزل ازاي؟ هي دي الرنجة اللي انا بحبها. وبجيبها دلعة، بتبقى طعمها تحفة. طبعا هنضف الكمية كلها، واي انا بشيل الجلد كده، واي شوك بشيله، وهنضفها بقى كلها. هنا بقى خلصت نضفت الرنجة كلها، وحطيت البطارخ على جنب، بحيث اللي عاوز ياكل من دي ياكل، اللي عاوز ياكل من دي ياكل. هنا بقى هحط البطارخ في علبة، وهعصر عليها ليمون وزيت وطحينة كده، وهسيبها في العلبة. والرنجة التانية دي بقى هنعملها مع بعض سلطة كده، بقى ايه حاجة
كده يعني بتخش القلب. يعني الرنجة دي مش بتنزل في معدتي، بتنزل في قلبي كده. يعني من ضمن الأكلات اللي أنا بعشقها. بس ما حدش مشجعني، بس لا لازم اكلها. يعني ما مش عشان هما ما بياكلوهاش فانا همنع نفسي منها. يا باكلها مع اصحابي يا باكلها اما بنزل شبرا. والرنجة من الاكلات اللي ما ينفعش تاكليها لوحدك، مش هتستمتعي خالص يعني. لازم يبقى في لمة كده وناس يشجعوكي، مش انا اقعد اكلها في البيت هنا لوحدي ويقعدوا بقى حاطين مشابك في مناخيرهم عشان الريحة، ولا يا ماما كليها جوه عشان احنا ما بنحبش الريحة بتاعة الرنجة. بيكرهوني في الاكل. فانا لا اكلها كده واستمتع مع الحبايب يعني. شايفين اما قطعتها بالمقص طلع قطع كده، لكن لو بالسكينة بتتفتفت. واما بتتشوح كمان على النار بتتفتفت، يعني بحس ان هي بتقلب لتونة، مش عارفة ليه. هنا بقى خلصت التقطيع وخلصت بقى الزفارة ولميت كل حاجة مكانها، وحتى يعني وقفت الكاميرا ونزلت رميت الحاجات بتاعة الرنجة في الباسكت تحت عشان ما تقلب، يعني احاول اضيع الريحة من البيت يعني. المهم خلصت بقى وطلعت الخضار غسلته ونضفته كله، وابتديت بقى ان انا هقطعه كله، والفلفل الالوان هقطعه والبصل والليمون. والليمون طبعا ده انا ما برميهوش، بحطه على جنب عشان اعمل بيه ضوافري وايديا وكل حاجة انا استخدمتها، عشان الريحة ما يبقاش في حاجة ريحتها زفار. الخضار بقطعه نفس حجم الرنجة عشان يبقى كله حجم واحد كده، ويبقى فيه تناسق في الأحجام يعني. طبعا الكمية دي هي مش كتيرة على الرنجة، يعني أنا حتى في فلفل من اللي أنا جايباه ما مش هقطعه، حطيته في التلاجة وقلت هما دول كده كفاية. أما قلبت بقى كله مع بعضه يعني حسيت ان انا بعناية كده المقدار كويس. قطعت بقى الفلفل الاحمر واقطع الاصفر والاخضر. طبعا انا بجيب من معاكم يعني ايه، وانا بقطع واحده 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 كده، والباقي بقطعه مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي اللايك والاشتراك، ولو مش مشتركه انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد، واما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار. مبسوطة بكل أخت دخلت واشتركت في القناة وكتبت كومنت حلو، وفعلا يعني ربنا يديمكم نعمة في حياتي والقناة تكبر كمان وكمان. وفعلا يعني نعمة من ربنا ان انا الاقي حد بيكتب كلمة كويسة او بيشكر في حاجة انا بعملها، و يعني بتشجعوني باللي انتوا بتعملوه ده. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. هنا بقى خلصت، فاضل بس البصل. كان عندي بصل ابيض بس انا بحب البصل الاحمر، طعمه بيبقى احلى من البصل الابيض. هخلص بقى كل الكمية وهعصر الليمون، ويبقى كده ايه خلصت. ومفيش حاجة تانية هتتقطع. احلى حاجة بقى في سلطة الرنجة دي اللي هو انتي لا بتحطي بقى جنبها خضار عشان يتاكل، ولا بتحطي جنبها بصل، هي منها فيها كده فيها كل حاجة. فيها الخضار وفيها البصل وفيها الليمون وفيها كل حاجة. بس الحاجة الوحيدة اللي انا ما بحطهاش فيها الطماطم، لان الطماطم بتحمضها وبتتهري كده، فما بيبقاش شكلها حلو ولا طعمها حلو. يعني اللي حابب ياكل طماطم يقطعها سلايز كده جنبيها وياكلها. لكن الفلفل الأحمر يعني استبدلته بدل الطماطم بحيث ان هو نفس الشكل وجامد، مش زي الطماطم هتتهرس وانا بقلب او الكلام ده كله. خلصت تقطيع بقى، وبعد كده هبتدي ان انا بقى احط الطحينة. نزود بقى في الطحينة على قد ما نقدر، وخل وزيت، وقلبي بقى كده لحد ما الخضار بقى يشرب ال الطحينة والزيت والخل وكل ده كده، تحسي ان هو كله اندمج مع بعضه. وكده بقى يبقى خلاص. فضيتهم بقى في علب، وحطيت بس شوية شطة كده من فوق عشان الشكل يعني، وشوية زيت، وغطيت العلب وحطيتهم في التلاجة. لازم تفضل في التلاجة حبة حلوين كده عشان ايه، تشرب من التتبيلة وكله يبقى ايه طعمه واحد. طبعا طول ما انا بعمل الرنجة كل ما حاجة تتوسخ اغسلها عشان ريحة الرنجة تخرج من ايديا، يعني لانها ما بتخرجش بسهولة غير مثلا لما تفضلي تغسلي بقى مواعين. تخشي تغسلي يعني. انا
كنت حاطة تيشيرت أبيض كده نقعاه في كلوركس ألوان، دخلت غسلته عشان ما يبقاش ريحة إيدي حاجة ولا ضوافري ولا الكلام ده. دول بقى كانوا شوية مواعين كده باقيين آخر حاجة، فغسلتهم طبعا كويس وغسلت الحوض كويس وعملته بكلور وظبطت الدنيا بحيث ان انا بقى ايه ما يبقاش في حاجة خالص ورا الرنجة ولا في اثر للرنجة اصلا ولا ريحة الرنجة. حتى كنت متعودة يعني اما اجي انضف الرنجة او كده اولع بخور ما لقيتش بخور، بس عملت حاجة تانية بقى. عملت حاجة تانية يعني ايه عدت الخيال زي ما بيقولوا كده. عملت البطاطا اللي انا كنت جايباها في المشتريات بتاعة الفيديو اللي فات، ضيعت بقى الريحة من يعني محدش حس ان انا عملت رنجة ولا نضفت رنجة ولا اي حاجة، البيت كله ريحة البطاطا اللي هي بتتشوي بس. وفعلا كان اختراع يعني ان انا اشوي البطاطا بعد الرنجة، مفيش اي اثر للرنجة خالص لان البطاطا الريحة بتاعتها قوية فغطت على ريحة الرنجة. بعد ما غسلت الحوض بقى كويس ابتديت بقى ان انا احط فيه البطاطا كده وانزل عليه بشوية مية، ودخلت عملت حاجة تانية يعني ما كملتش 5 دقايق، رحت راجعة بقى عشان اغسلها، الطينة اللي فيها ابتدت ان هي تبوش، ما خدتش وقت يعني. وغسلتها بقى كلها كويس قوي. انا ما بحبش اسلقها يعني ما بيبقاش ليها طعم كده، لكن لما بعملها في الفرن بيبقى ليها طعم تاني كده زي اللي بتتباع في الشارع. اصلا العربية بتاعت البطاطا اما بتعدي كده من الشارع بتحسي ان انتي خلاص عاوزة يعني لازم تاكلي بطاطا دلوقتي. هنا بقى طبعا كنت مسخنة الفرن عشان احط فيها البطاطا ما تاخدش وقت كبير، وبقطعها كده تقطيعة، يعني بقطعها بالسكينة من النص كده عشان تستوي بسرعة. البطاطا اللي نازلة دي اللي موجودة في السوق طعمها تحفة، احلى من بتاعة الشتا كمان، فعلا طعمها حلو قوي. سواء اللي حجمها كبير ولا اللي حجمها صغير. يعني البطاطا بتاعت الشتا ممكن اللي هي اللي حجمها كبير زي اللي انا جايباها دي بيبقى طعمها مش حلو، كنت بجيب المتوسطة، لكن دي ما شاء الله يعني دي كده تالت مرة اجيب البطاطا في الوقت ده، بس طعمها تحفة ومن جوه كده مسكرة جميلة. خلصت بقى شوت كلها وبعمل اختراع كده. اول ما البطاطا تتعمل بروح فتحاها من النص كده واحط بقى فيها شوية حاجات كده، سوداني لا مش سوداني، جوز هند وزبيب ونوتيلا، وكلي احلى بطاطا. فعلا اختراع يا كوتش زي ما بيقولوا، طعمها تحفة 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 تحفة. شوفوا البطاطا جميلة والحاجات دي بقى بتضيف لها جمال اكتر واكتر. جربوها وفعلا مش هتندموا، اختراع اختراع. بس لازم الحاجات دي وانتي بتحطيها تكون البطاطا لسه خارجة من الفرن سخنة عشان تحسي بطعمها كده والنوتيلا تبقى سايحة جواها. ليها طعم تاني وهي خارجة سخنة، لكن لما بتبرد يعني انا جربتها لما بردت لا مش حلوة زي وهي سخنة. طبعا البطاطا انا جايبة الكيلو ب15 جنيه، يعني انتي ممكن تعملي اي حاجة حلوة عشان الولاد، احنا عارفين ان احنا في اجازة و... وطلبات بقى وكده. عملت لهم حاجة حلوة بسعر قليل، يعني انا جايبة 2 كيلو، دول 2 كيلو ب30 جنيه، وشوية الحاجات اللي انا حطيتها دي من البيت وحاجة حلوة وكلوها وعجبتهم وما تكلفتش كتير، ويعني حاجة مغذية. بحبكم في الله وباي باي.